يتم الآن استعمال إرسال سر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عباد الله، جرح مزة والطفة المستمر ما هو إلا ابتلاء وتمحيص من رب العزة تمهيدا لبشراه لنا بالنصر والعزة والتمكين. فالله سبحانه وتعالى يختبر عباده وصدق إيمانهم ويفضح المنافقين الذين بينهم، وذلك تهذيبا لنفوس العباد ليتمسكوا بدينهم وشرع ربهم ويعودوا لاتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويعملوا أعمال الصالحين. فهذا هو الطريق الوحيد الذي إذا سلكه المؤمنون تخلصوا من عدوهم وتوحدوا وتكاتفوا لصد أعداء الإسلام والمسلمين ونحرهم. والابتلاء بالخوف والجوع ونقص بالأموال والأنفس والثمرات من سنن الله تعالى في خلقه ودليل محبة من الله. فالله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، بينما إذا غضب على قوم أمر المترفين منهم أن يفسقوا ويزيدوا في فسقهم فيستحقوا العذاب من الله تعالى. والصبر على الابتلاءات دأب الصالحين وأولي العزم من الرسل، فمن الرسل من فقد أحبته فصبر، ومنهم من عاداه قومه فصبر، ومنهم من اتهم باتهامات لا تليق بالأنبياء فصبروا، وغير ذلك الكثير. فكانت المكافأة من الله عز وجل أن رفع قدرهم في الدنيا والآخرة وجعل قصصهم في ذكره الحكيم جزءا لا يتجزأ منه، لكي تكون نهاية أقوام الذين عصوا الله عبرة لأولي الألباب حتى يتعظوا بها ويرجعوا عن طريق الغي والضلال. وذكرهم في القرآن الكريم أيضا تسلية ومواساة لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
ومن صبر على المصائب واسترجع فله البشرى وعليه صلوات من ربه ورحمة وهو من المهتدين. فهذا ما بينه الله لنا في كتابه العزيز. ومن رحمة الله تعالى إن المحن لا تدوم ويعقبها النصر والصبر والرخاء، فدوام الحال من المحال. وإن هذا الكيان المسخ إن شاء الله إلى زوال. وعلى المسلم أن يؤمن بالله عز وجل ويستسلم لما يقع عليه من الهموم والبلاء والمصائب، ولا يجزع بقضاء الله سبحانه وتعالى، ويكون من الخاسرين في الدنيا والآخرة. ولنستبشر بقول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم، وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله النبي العربي الأمي الأمين. أما بعد، يا عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إخوتي في الله، نحن في زمن كثر فيه الابتلاء والفتن، فلا يخلو بيت في هذا البلد المقدس من شهيد وجريح وأسير ومبعد. فمواجهة الابتلاءات تحتاج إلى أمرين أساسيين لا تصلح إلا باجتماعهما، ألا وهما العقيدة الراسخة والإيمان الثابت والأخذ بالأسباب. وعندنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير دليل على ذلك. ففي غزوة حنين أخذ الصحابة بالأسباب، فكانوا أقل من عدوهم في العدد، ونسوا أن الله كان يؤيدهم بنصره رغم قلتهم، فكادوا أن يهزموا لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم وذكرهم بإيمانهم ودعوتهم، فحولوا الهزيمة إلى نصر عظيم. ونحن نعلم أن من ترك الإيمان بالله ونصرته تركه الله يقاتل لوحده دون إعانة ولا نصرة، وتركه ليهزم أمام عدوهم. ونقول لأهلنا في غزة: الصبر الصبر والثبات الثبات،
فإن النصر قادم بإذن الله، وإن الله مع الصابرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إني داع فأمنوا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم انصر المجاهدين في غزة. آمين. اللهم انصرهم نصرا قريبا عاجلا غير آجل. آمين. اللهم انزل جنودا من ملائكتك مع المجاهدين في غزة تقاتل. آمين. اللهم ارحم شهداءهم. آمين. وداوي جرحاهم. آمين. واشف مرضاهم. آمين. وفرج عن معتقليهم وأسرارهم. آمين. اللهم عليك بأمريكا ومن والاها. آمين. اللهم عليك بإسرائيل ومن طبع معها. آمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. آمين. اللهم لا تحقق لهم غاية آمين. ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأنت يا مقيم الصلاة أقم الصلاة.